السلام عليكم أحبائي حبيباتي، كيف انتم؟ مزيانين بخير؟ مرحبا بكم مع شيوات مغربية في غانا. عواشكم بركة مسعودة بكل ما كتمنى إن شاء الله. اليوم جيت نشارك معكم واحد الحريشات مزيونين معمري بالجبن عربي والزيتون والزعتر، كيجيو فنين غزلان. هانتوما كتشوفهم على هاد الشكل هذا. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم، حريشات مختلفين وما كيخطاوش ياكل بيت مغربي، خصوصا في رمضان، في الفطور، في السحور والايام العاديه، يعني ضروري كنفطروا بهم كيعجبونا. نتمنى ان شاء الله هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. خليكم معايا مع المقادير، يلا معايا. هنايا عندنا في واحد البوله عندنا نص كيلو ديال السميده ديال الحرشه، عندنا نص كيلو ديال الزيت ديال العود او زيت الزيتون او الزيت العاديه. هنا معلقه ديال الزبده، اما تذوبوها ولا تخلوها بدرجه الحراره المطبخ، هذا اختياري فقط. اذا عدلتوا شي كميه وكتعملوها في الفريغو اللي كتخرجوها كتبقى محافظه على ديك الرطوبه ديالها. هنايا كنخلطوها كنبسبسوها حتى كيتجانس كل العناصر مع بعضيها. من بعد كناخذوا واحد الكميه باش نفندوا فيها الحريشات ديالنا. هنايا كنزيدوا واحد الخميره ديال الحلويات فئه 7 غرام او 8 غرام. هذا هو الطبيصه اللي زولنا سميده فيه، اللي بسبسنا باش نفندوا فيها الحريشات ديالنا. هنا كنزيدوا معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، معلقه كبيره ديال السكر، عندنا معلقه صغيره ديال الملح وحالة حسب الذوق ديالكم. كنزيدو الزعتر او الزعتر منقي معدل، كنحكوه في يدنا وكنزلوه. هنا الزيتون ما كانش عندي كحال، عملت الخضر، يعني الخضر والزيتون كحال كيجي احسن وافضل، ولا ما توفرش اللي متوفر في الدار كنعملوهم. لا كنخلطوا جميع العناصر، كنضيفوا كاس الماء عادي، جوج كيسان د الماء، وكنخليوها على الشكل هذا خفيفه، وكنغطيوها وكنخليوها ساعة المكانة او اقل شويه. لكن كل ما ساعة المكانة كتخمر وكتشرب ديك السوائل، كتجي غزاله. هنايا من بعد كنشكلوا الكوارات على حسب الحجم اللي بغيتو. هنا عندنا الجبن عربي، ما كانش عندكم جبن عربي كتعملوا جبن مثلثات او كيري. هنايا كنعمروا جبن عربي وجبن جبلي. هنايا بعد ما عملنا واحد الكرة ديال الحريشة، عملنا الحشوة ديالنا فيها الجبن. هنايا كنفندوها في السميدة ديالنا، السميدة اللي زولناها من الخليط، وكنعملوا اما على البلانشا اذا عندكم بلانشا، ولا المقله كتكون العافيه طافيه. حتى كنعملوا العدد اللي كيهزنا المقله ديالنا او البلانشا ديالنا، عاد كنفتحوا النار. وهنا كان اللي كان هنا كلشي تبارك الله كيعرف طيب الحريشات. وهنايا كنقلبوهم، اللي كنقلبوا هاد العمليه مهمه بزاف بزاف، يمكن ما كيعملهاش. اللي كتقلب الحرش، اللي كنقلبوا الحرشه ديالنا كنضغطوا عليها غير شويه ماشي بزاف، باش التحمير ديك التحميره من تحت كتجي متساويه، كيتحمروا كاملين، ما كيبقاش كتجي تحميره غير من الوسط. وهما ما طابوا معنا، شفتي كيفاش كيجيو محمرين من تحت ومن فوقي بديك الطريقه اللي عملنا. وصدقوني هاد الحريشات كيجيو لذاذين بزاف بزاف بزاف، ما تشبعوش منهم. وهنايا بعد ما طيبنا الكميه اللي عندنا، هنايا عملناها رافقناها بالعسل، وترافقوها اللي حبيتو على حسب الذوق ديالكم، حيت ديجا محشيين فيهم الجبن والزيتون وشي كويس اتاي. ودائما تحياتي للمغاربة في أنحاء العالم كامل بصفة عامة، والنساء بصفة خاصة، وعواشكم مبروكة. وهنايا هاو بعد ما قسمنا هذا النص، هذا قسم تشوفوه كتجي غزالة بزاف بزاف. ونتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى تجربوها. وفي الوصفة اخرى ان شاء الله، وصفة جديدة. وكنشكر كل واحد كيشاهدني وكل واحد كيدعمني من الأحباب والأصدقاء والمتابعين. ونتمنى لكم رمضان كريم، وحنا على العشر الأواخر ديالنا. الله يغفر لنا ويتقبل منا صالح الأعمال يا رب. واللي مريض الله يشافيه، واللي مات الله يرحمه ويسع برحمة الله الواسعة. واللي في خاطره أي حاجة ربي يحقق له في هذه الأيام المباركة يا رب،
ودمتم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة.